السلام عليكم. لو ما شفتش الاجزاء الاولانيه فهتلاقي اللينك بتاعها في اول كومنت، وما تنساش لو عجبك الفيديو اشترك في القناه لو ما كنتش مشترك، واعمل لايك وكومنت، ده بيحفزنا كتير جدا. واهم حاجه تصلوا على النبي وتدعوا لاخواتنا، ويلا بينا نبدا. وبعد كده بنرجع تاني لجينيو وبنشوف مرات سانجرين بتقول له بغض النظر عن مقدار الوقت اللي عندك المفروض انك تبدأ تركز في دراستك علشان الصف الاخير. وبتقول لسانجسو انت لو ما نجحتيش في دراستك انت لازم تفكري في مسار تاني. وهي بتقول لها يا ماما بنتك ما قررتش ازاي هتملى الفراغ ده في حياتها لحد دلوقتي، انا محتاجه ان افكر في الموضوع شويه. وامها بتضربها على دماغها، وساعتها هي بتتضايق جدا وبتقول لها هو انت ليه بتنتقديني انا دايما؟ وجينيو هو كمان في الصف الاخير معايا. ولكن طبعا جينيو كان بيحصل على المركز التاسع على مستوى المدرسه كلها. وبعد كده بيجي اخبار على التلفزيون وجينيو بيعرف ان تشا وكمان مونسو هما الاتنين بقوا بالرتبه اس في كوريا. وهو بيقول في باله فعلا الرجاله دول كانوا اقوياء جدا وهم الاقوى في كوريا، بس هم الاتنين مش قويين للدرجه. يعني يا ترى اشاعه ان كوريا تعتبر قوه عظمى في مجال المستيقظين دي كانت كدبه؟ وبعد كده سانجرين بيبعت له رساله علشان يروح يتكلم معاه، وفعلا هما الاتنين بيتكلموا سوا. وجينيو بيقول له هو انت بتقول اللي فيه غارة زعماء من الفئه اف في تشيونان؟ وهو بيقول له ايوه، ودي معلومات سريه جدا ومش مدرجه في حاله البوابات على مواقع الانترنت. وجينيو بيساله طب يا ترى هي ليه سريه؟ وهو بيقول له علشان في شويه من المستيقظين اشتروا حقوق التطهير بشكل غير قانوني. وجينيو بيقول له انا حاسس ان ده ممكن يعمل لي شويه ذنب. وسانجرين بيقول له يا قائد هو انت ليه مش بتفكر فيا ابدا؟ يعني انت عامل اعتبار للمستيقظين المجهولين ومش عامل لي انا اعتبار، هو انت ليه مش بتفكر فيا؟ وجينيو بيزعله بيقول له هو انا مش اديتك الشعر والرجوله الكافيه؟ انت كنت مجرد راجل اصلع وعاجز، وانت كمان عايزني اتصرف زي رجال العصابات واختطف شعرك ورجولتك تاني؟ وبعد كده سانجرين بيجيب ورا وبيقول له ما تقلقش بشأن المستيقظين دول، هم بس لازم يتعلموا درس كويس، وهم كمان عملوا كتير جدا من المشاكل الاجتماعيه. جينيو بيقول له يا ترى هم زي الاساتذه الشباب المتغطرسين في كل الروايات؟ وسانجرين بيقول له بالظبط كده، هم عاملين زي الشباب المتفاخرين والمتعجرفين جدا في روايات الفنون القتاليه. وجينيو بيقول في باله انا ما شفتش الانواع دي قبل كده، وانا عندي فضول اعرفهم فعلا. واللي كانوا بيلحقوني زمان في السهول الوسطى كانوا كلهم من تلاميذ الجيل الاول اللي تجاوزوا ال40، وانا كنت عايز القن الاشرار اللي زيهم درس. ولما بيفكر في الموضوع بيلاقي ان الموضوع فعلا ممتع، وبيقول لسانجرين يا ترى الواحد هياخد قد ايه عقبال ما يوصل تشيونان دي؟ هو بيقول له بالعربيه، ولكن هو بيقول له لا جاري. وسانجرين بيقول له بص انت ممكن تقعد ساعتين، ولكن لو استخدمت تقنيات المشي الخفيف فده ممكن يوصل ل40 دقيقة بس، وساعتها هو بيقول له دي قريبة. وسانجرين بيقول له بالمناسبة يا قائد ما تنساش تغير اسلوب كلامك زي المرة اللي فاتت. وهو بيقول له ما تقلقش المرة دي انا هستخدم اسلوب مختلف تماما. وبعد كده بنشوف ارنولد وهو بيتقاتل مع وحوش كتير جدا، وبنعرف اللي زي ارنولد كان فيه مستيقظين كتير، وكانت منظمة الصحة العالمية بتعمل مكافحة للغارات رفيعة المستوى، وده علشان احساسهم بالواجب، وكمان كانت بتستثمر وقتها وجهودها. ومع ده فكان في مستيقظين كتير جدا بيستهدفوا غارات زعماء الفائف، وهي كانت منخفضة الصعوبة وسريعة الإزالة، وكمان بتقدم مكافآت سخية جدا. وبسبب ده وعلى الرغم ان الموضوع كان سر جدا كانوا بيتم تداول بوابات الغارات بتاعة الرؤساء برتبة E و F علشان المخاطر كانت بتكون منخفضة بطرق غير رسمية، وعلشان كده كان في صراع على السلطة بين مجموعات المستيقظين، وده طبعا عند البوابات اللي بتتعمل بالرتبة F. وبنعرف ان المستيقظ اللي فاز كان برتبة BB واسمه كيم يونج، وهو كان ليه الحق بتطهير البوابة دي دلوقتي. وكانت الSG حذرة جدا من تشكيل المستيقظين لمجموعات، ولكن ما كانش فيه اي طريقة علشان تمنعهم انهم يعملوا أندية اجتماعية غير رسمية بينهم.
منهم، وهم فعلا اجتمعوا علشان يتباهوا بحالة الاستيقاظ بتاعتهم واختلطوا مع الأغنياء واستمتعوا بالترفيه. وبنشوف 2 مستيقظين، واحد بيقول هو انت سمعت عن عنصر من الدرجة اس اللي تم اسقاطه مرة واحدة من رئيس من الدرجة اف؟ هو بيقول له ايه بجد؟ والتاني بيقول له ايوه، ده كان في عدد قليل من العناصر المفيدة اللي من الدرجة ايه، وكمان احنا هنقدر نبيعها ونكسب منها كتير. انت لو كنت عايز تصرف الفلوس بسرعة فالموضوع صعب، حتى لو ده كان مكلف للغاية. وبنشوف فيه مستيقظين كتير جدا واقفين هناك، وواحد بيقول يلا البوابة هتفتح قريب علشان كده احنا لازم نستعد. وكيم ده بيقول لهم انتوا عارفين كلكم المبلغ اللي احنا اقترضناه علشان نأمن ده، مش كده؟ احنا لازم نقتل الزعيم بسرعة ونروح علشان نستمتع. وفي واحد بيقول دي أول غارة زعيم ليا، والتاني بيقول له ما تقلقش دي ولا حاجة، دي مجرد غارة برتبة اف يعني. والبوابة بتفتح فعلا، وكيم بيقول لهم يلا خلينا نخش كلنا. وهم أول لما بيوصلوا عند البوابة كلهم بيخشوا إلا هو، وبيقول إيه يا ترى البوابة اتقفلت؟ بس ده المفروض مش صحيح، مش المفروض اللي كيم الوغد ده قال إن هو استوفى الحد الأدنى من المتطلبات واللي هو 22 شخص، وهو ما قدرش يخش علشان جينيو قدر يخش بكل سرعة وأخد مكانه طبعا. وهو بيكلمهم بصيغة شريرة وبيقول لهم إحنا دلوقتي هنبدأ التعليم المناسب للشباب المتفخرين دول. وبيظهر حارس البوابة وبيقول لهم أنا سعيد بلقائكم كلكم، أنا المسؤول عن المهمة وهي F3A. وفي الأول أنا بهنيكم طبعا علشان انتوا تم اختياركم في البوابة، وحاليا في 22 مشترك. وكيم بيقول لهم يلا استعدوا احنا هنشكل المجموعة دلوقتي. وواحد بيقول له استنى لحظة، هو فين هوانج جيو؟ والتاني بيقول له معرفش انا ما شفتوش. وكيم بيقول لهم مش المفروض اللي احنا عندنا 22 مشارك بس؟ يلا احنا كده كده ما عندناش وقت كافي، خلينا نبدأ فورا. وبيقول في باله المفروض ان دي مجرد غارة من الرتبة اف يعني، فده اكيد مش مهم خالص. ولكن قبل ما هم يتحركوا بيجي لهم اشعار انه تم القضاء على الوحش الرئيسي جوه البوابة، وهم كلهم بيستغربوا بيقولوا ايه مين اللي قتل الوحش ده؟ ممكن يكون هوانج جيو، بس ازاي اصلا قدر هوانج جيو انه يهزم الوحش لوحده؟ وكيم بيقول في باله ده مستحيل، لو حد تاني اخذ الكنز احنا هنبقى مديونين. وكيم بيقول لهم لو مش عايزين تفلسوا اجروا بسرعة يلا. وبيكونوا عمالين يدوروا على الكنز كلهم، ولكن هو بيلبس قبعة قشية وبالطو قراصنة وبيقول لهم انت لو كنت عايزه انا هديهولك، انا سبت كل حاجة في المكان ده. وهم اول لما بيشوفوا طاقته بيقولوا ايه ده؟ يا ترى ده وحش بشري؟ واكيد كلكم عارفين الكلمات اللي فاتت دي بتاعت مين. وواحد من المستيقظين بيقول لهم خلوا بالكم من القبعة القشية دي، هي دي العنصر الاساسي. ولكن الشخص ده بيلاقي جينيو ضربه بركبته في وشه رماه على الارض، وبيفضل يضرب فيهم كلهم ويهزمهم واحد ورا التاني. وفي الاخر كيم بيستعمل عليه الرصاص وبيقول له دي سلسلة من الرصاص السحري، ولكن هو بيعمل زي لوفي وبيتفادى الطلقات بدماغه وبيقول له انت بطيء جدا. وكيم بيقول في باله ايه ده؟ هو قدر يتجنب تقنيتي دي بتوازي الدرجة ايه وكمان بكل سهولة. وجينيو بيقول له انت لو كنت عايز الكنز تعالى ودور عليه، ودي كلمات روجر طبعا. وكيم بيقول في باله ايه ده؟ هو عنده هاكي؟ يا ترى ده هاكي التنبؤ؟ وكيم بيقول له هو انت مين؟ وبكل سخرية بيقول له انا كايزوكو ملك القراصنة. وهنا طبعا هو بيقلد بطلنا المحبوب ومحبوب لي انا شخصيا، لو عرفتوا مين اكتبوا لنا في الكومنتات. وبعد كده كيم بيقول له لا انت اكيد مش هو. وبعد كده جينيو بيضربه ويفقد الوعي وبيمسك القبعة القشية وبيقول في باله ده مش سيء ابدا، الاشخاص دول كانوا بيسببوا المشاكل دايما، وحتى لو دي ما كانتش جريمة تستحق الموت فهم لازم يتعلموا درس قاسي. وبيقول في باله الاسياد الشباب متغطرسين جدا وكمان شايلين سيوف اسطورية، وهم لازم يستحقوا انهم يتهزموا ويتجردوا من مكانتهم، مش كده برضه؟ ولكن انا حاسس ان في حاجة غريبة، انا لما خلصت الموضوع قبل 10 دقايق ما خدتش نفس الرسالة اللي جات لي قبل كده، يا ترى ايه اللي مختلف دلوقتي؟ يا ترى ده ممكن علشان انا دخلت من باب مفتوح المرة دي على عكس المرة اللي فاتت؟ لو الموضوع كان كده انا شكلي لازم استخدم طاقتي الداخلية زي ما عملت المرة اللي فاتت. وفعلا بيفتح البوابة مرة تانية والنظام بيقول له انت كده اثبتت تأهلك
كلاعب ماهر وتمت إعادة طاقته مرة تانية. والنظام بيقول له يا ترى أنت عايز تبدأ عملية تصفية وحوش الحقل، والتقدم الحالي بتاعه هو 7%. وجينيو بيقول له ماشي خلينا نحاول، وفعلا بيبدأ عملية التصفية وبيتم رفع القيود عن وحش الحقل. وفجأة بيطلع وحوش كتير جدا من العدم، وهو بيقول ايه ده في وحوش شكلها مرعب كمان، والوحوش دي كلها بتتحد في كيان واحد. وهو بيقول انا حاسس ان انا شفت ده قبل كده، يا ترى مين اللي هناك؟ وبيكون قدامه وحش نمر عملاق وفي ظهره سيف. وجينيو بيقول ده على عكس اللي فات، ده شكله بيتحرك وعنده وعي كمان. وبيقول له ايه ده، هو انت كائن فضائي؟ والنمر بيسحب سيفه على طول وبيوجهه ناحية جينيو وعلى طول بيهجم عليه، وبطلنا بيتفادى السيف بكل براعة. وبيقول في باله حتى مع براءة السيف الخالصة سانجريم أقل من مستوى ألبين ده، وألبين ده هو اسم الوحش. وجينيو بيقول ومع ذلك أنا مش حاسس بأي روح قتال أو حتى نية قتل من الشخص ده، هو عارف بشكل غريزي إنه مش هيقدر يهزمني. وجينيو بيقول له هو أنت بتطلب مني المساعدة؟ والنمر بيقعد يزقر حبة وبعد كده بيبص له بصة كلها ثقة. وجينيو بيقول في باله دي عيون المحارب المستعد علشان يواجه الموت، وبيطلع سيف من معاه وبيقول له انت عايز موت مشرف مش كده؟ انا فعلا بتفهم اخلاصك وهبذل جهد كله. والنمر بيهجم عليه بالسيف مرة تانية، ولكن جينيو بيتحرك بسيفه هو كمان وفعلا بيقطع الوحش. وبيجيله رسالة من النظام انه تم قتل وحش التصفية والتقدم بتاعه هو 7%، والطاقة اللي تم تصفيتها لحد دلوقتي بيتم امتصاصها بواسطة اللاعب. والنمر قبل ما يموت بيرفع سيفه لجينيو وكأنه بيقول له خد السيف بتاعي. وجينيو بيقول له هو انت بتعرضه عليا فعلا؟ والنمر بيبص له وبيفضل ماتد له ايده. وجينيو بيقول له خلاص انا هقبلها. وبعدها هو بيمتص طاقة النمر اللي مات وكمان بياخد السيف بتاعه وبيقول ده شكل في حاجة غير صحيحة هنا. وبعد شوية وقت بنشوف الشخص اللي ما دخلش البوابة بيكون واقف مستنيهم بره، ولكن فجأة بيقول ان الموضوع شكله خلص بسرعة، ولكن اللي بيطلع جينيو المتنكر في هيئة ملك القراصنة. والشخص ده بيقول له انت مين وعملت ايه جوه؟ وهو بيقول له انا ملك القراصنة. وساعتها بيسيبه وبيمشي، والشخص بيقول في باله لا انت مش كده، وبيكون قلقان على زمايله. وبعدها بنروح لجينيو اللي بيكون طاير في الهواء وبيقول في باله هي ايه البوابة دي؟ الطبيعة دي غير مبالية، ولكن البوابات طيبة، ده مش مظهر ظاهرة طبيعية أبدا. ولكن دلوقتي الأرض تعايشت مع البوابات لمدة تقارب 20 سنة، ودلوقتي الكل بيقبلها بشكل طبيعي، ولكن أنا متأكد الموضوع غريب. وبغض النظر أنت شفت الموضوع إزاي، بس ألبين ده بقى وحش رئيسي من غير إرادته. أنا متأكد إن في شخص أجبره على إنه يبقى رئيس للوحوش، والقيود المفروضة على وحش التصفية بيتم رفعها. وفي الأصل ما كانش ممكن إنك تحول الطاقة على الأرض لقوة داخلية، علشان كده احنا كنا بنحول الطاقة المستخرجة من البوابة لقوة داخلية. يبقى البوابة دي تعتبر أداة علشان الواحد ينشئ الطاقة، والبوابة عاملة زي الإزازة الكبيرة، والوحوش أو الوحش الرئيسي عامة عامل زي الفلتر. ولو كان العنصرين دول فعلا بيعملوا تصفية للطاقة، فيا ترى إيه هي المادة الخام أصلا؟ يا ترى هما بيستخدموا الطاقة دي فين؟ أنا ما بقتش عارف حاجة. أنا زمان كنت بحب السهول الوسطى، ولكن العالم ده أفضل بكتير. وبعد 10 دقايق هو بيكون انتشر بين الحشود وبيقعد يقول في باله أنا بسحب اللي قلته، الزحمة دي مزعجة جدا، اما انت لو جيت مصر عندنا هتعمل ايه؟ وبعد كده بيرجع تاني لسانجريم، ومرات سانجريم بتقول له ايه ده انت رجعت، هو انت كلت حاجة؟ وهو بيقول لها ايوه ما تقلقيش. وسانج سو بتنده عليه وهو بيقول لها انت لازم تناديني بالاخ الكبير. وهي بتقول في بالها جو هيمي دي ممكن تكون بنت عيله ثريه في كوريا الشماليه، بس يا ترى هي جميله؟ بس مش المفروض اللي جينيو عنده ذوق وحش في النساء؟ وهي بتفضل بصله بقرف، وهو بيقول لها هو انت ليه بتبصي لي كده؟ وهي بتقول له على كل حال جيجو كان عمال بيتذمر بشأن عدم ردك على مكالماته، وهو بيقول
ايوه صحيح، انا كنت قفلت تليفوني لشويه من الوقت، هو عايزك تروح لانجلترا. وهي بتقول له ايه انجلترا؟ طب ليه فجأة كده؟ وهو بيقول لها انا معرفش، بس هو قال انه فعلا محتاجك. وهي بتقول له هو انت فاكرني من الناس اللي بيروحوا وقت ما حد بيقول لهم تعالوا؟ انت فعلا مضحك جدا. وهو بيقول لها هو قال اللي هو هيغطي كل النفقات من اول تذكرة الطائرة لحد الفندق، وكمان تكاليف زيارة المعالم السياحية. وساعتها بثانية الا ثانية جينيو بيكون لابس لبس السفر، وفعلا بياخدوا الطيارة وبيطلعوا لانجلترا، وهو بيقابلهم في المطار. وجينيو بيروح لمطعم وبيقول في باله زي ما هو متوقع الطعام الانجليزي ملهوش طعم زي ما كانوا بيقولوا في مقاطع الفيديو. وجيجو بيقول له يا جينيو هو انت سامعني؟ وهو بيقول له ايوه، انت كنت بتتعلم كرة القدم الانجليزية من خلال علاقات ابوك مش كده؟ وانت كنت بتواجه التمييز العنصري، وبما انك ما كنتش قادر تتغلب عليهم في المباراة فانت عايز مني ان انا اتغلب عليهم مكانك مش كده؟ وجيجو بيقول له هو انت ممكن تتسامح مع الناس اللي اتجاهلوك دول باعتبارك كوري؟ احنا لازم نروح ونوريهم هيبة وكرامة كرة القدم الكورية. وجينيو بيقول له بس ده شكله مختلف عن اللي انت قلته. وبيقول في باله انا فعلا شكلي لازم اتعود على اللغة الانجليزية البريطانية وانا موجود هنا. بس صحيح هي ازاي الأجنبية دي عرفت كلمة المرور بتاعة البوابة؟ وهو هنا افتكرها علشان هي كانت من بريطانيا هي كمان. وبيقول يا ترى الست دي ممكن تكون مرتبطة هي كمان بالبوابة؟ بس الست الأجنبية اللي أنا شفتها في إتوان دي كان عندها طاقة فطرية نقية جدا. بس صحيح ده في ناس ممكن يعملوا أفعال شريرة حتى مع الطاقة الفطرية النقية. وجيجو لما بيلاقيه سرحان بيتضايق منه وبيقول له بطل تفكر في حاجات تانية وأنا بتكلم معاك. وهو بيقول له هو انت عايز مني ان اسجلك اكبر عدد ممكن من الاهداف مش كده؟ وجيجو بيقول له ايوه بالظبط ده اللي انا عايزه، انا عايزك تكسر مناخيرهم دي وتجيبها الارض. وهو بيقول له انا شفت عبر الانترنت ان في لاعبين كرة القدم بيحصلوا على مكافآت مقابل تسجيل الاهداف. وجيجو بيقول له انا اشتريت لك تذكرة بتاعة درجة الاعمال وكمان حجزت لك فندق ودفعت لك بمدخراتي كلها. وجينيو بيقول في باله زمان برضو كان فنانين القتال بينظروا بازدراء لعامة الناس كأنهم بيقولوا احنا عندنا طاقة داخلية ودي حاجة كبيرة يعني، وكان المسؤولين بيحتقروا عامة الناس دايما زي كأنهم بيقولوا انك تحصل على التعليم العالي دي حاجة مميزة. وعلشان كده انا وحدت عالم القتال كله والمحكمة الملكية علشان اقضي على الكلام ده كله. وجينيو بيقول لجيجو ساعتها ما تقلقش انا هقدم لك الخدمة دي مجانا. وجيجو بيتفاجئ جدا منه. وجينيو بيقول له يلا خلينا نروح لهم دلوقتي. وساعتها بنروح لمعسكر كروز وده في مدينة بريدج اللي في ضواحي لندن، وهناك بيجتمع لاعبين من فرق الشباب المختلفة في لندن علشان يعرضوا طبعا مهاراتهم قدام الكشافة، وكمان بيتم تقديم دروس للمشاركين العاميين اللي عايزين طبعا ينضموا للمعسكر، وطبعا كل ده بحجة تطوير وتعزيز كرة القدم للشباب في انجلترا. ولكن كل ده كان مجرد مخطط تجاري اصلا، ومع اقتراب المعسكر من نهايته كان الكشافة بيجوا لندن، وهم طبعا كانوا جايين هنا علشان يتحققوا من لاعبين الفريق الاول اللي قدروا يستعينوا بيهم على الفور، وكمان علشان يلاقوا المواهب الشابة اللي تقدر تلبي تفضيلات مكاتبهم. وبنعرف ان ابو جيجو اتبرع بمبلغ كبير جدا لكروز بريدج، وكان في فرصة كبيرة علشان يكون راعي رسمي ابتداء من العام الجاي، وده هيسمح لكل من جيجو وجينيو انهم يشاركوا بسهولة في المعسكر. وجيجو بيقول لجينيو لسوء الحظ انت اتضميت مؤخرا علشان كده انت لازم تروح للمعسكر العام الاول وانا هكون في معسكر اللاعبين، علشان كده خلينا نلتقي جوه المباراة. وبعد كده جينيو بيروح للمعسكر العام والمدرب بيقول لهم بصوا انا هعرض لكم تقنيات مختلفة وبعد كده هستعملها ببطء وبتسلسل، والمدرب ده بيستعرض افضل تقنياته في كرة القدم قدام الشباب وهم بيكونوا مذهولين بيه. ولكن جينيو بيقعد يفكر وبيقول بقى الحال كده هي بالتأكيد مختلفة عن كرة القدم اللي انا شفتها في المدرسة. والمدرس بيقول لهم هو انتوا شفتوني كلكم بعناية؟ وهم بيقولوا له ايوه طبعا يا مدرب. والمدرب بيقول لهم تمام انا دلوقتي هتجول بينكم واساعدكم انكم تتمرنوا بافضل شكل. ولكن هو بيشوف جينيو اللي بيعمل
يعمل كل الحركات اللي هو عملها وبنفس الاسلوب تقريبا. وبقيه الشباب بيقولوا هو مين الولد ده فعلا كويس جدا. وحتى المدرب بيكون مذهول بيه وبيقول ده مش مجرد تحكم بسيط في الكوره، ده بيتحرك وكأن الكوره حيه. وبيقول في باله من الصعب استخدام الحيل الرائعه دي اثناء المباريات الفعليه، وده بتتطلب تقنيات مراوغة بدقة كبيرة جدا. ولكن هو لو كان يقدر يراوغ كده من غير ما يفقد سرعته دي هتكون قصة مختلفة تماما. وبيقول في باله الولد ده أكيد مميز. وبيروح لجين يو بيقول له مين اللي علمك الحيل دي؟ وجين يو بيديله الصدمة وبيقول له مين اللي علمني؟ انت اللي عملت كده. وهو بيقول له ايه، انا اتعلمت مني انا؟ وهو بيقول له ايوه، انت مش لسه مورينا من شوية؟ والحكم بيبدأ يقلق وبيقول له هو انت اتعلمت من شوية الحركات اللي شفتها مني من شوية؟ هي دي اول مرة تشوفها في حياتك؟ يا ترى ايه الفريق اللي انت فيه؟ وجين يو بيقول له انا مش في فريق لسه لحد دلوقتي. والمدرب بيقول في باله ايه مالكش فريق؟ يا ترى هيحصل ايه لو انا جبت الولد ده للفريق بتاعي؟ ولو كمان كنت اقدر ادربه كلاعب ده هيكون اعظم لاعب في تاريخ كرة القدم كلها. والمدرب ده بيقول له هو انت عايز تعمل اختبار طبي؟ ولكن جين يو بيقول له لا مش عايز. والمدرب بيقول له طب اختبار الدخول حتى؟ وجين يو بيرفضه مرة تانية. والمدرب بيقول له اسمعني، انت عندك موهبة علشان تكون حاكم كرة القدم. وجين يو بيقول له انا عارف. والمدرب بيستغرب اكتر وبيقول له ما دام انت عارف انت ليه بترفض؟ وجين يو بيقول له ده علشان هو ممل جدا. والمدرب بيقول له هو انت عايز تلعب مباراة كرة قدم على رهان؟ ها عايز تراهن على ايه؟ وجين يو بيقول له انا تمام، شوف انت عايز تراهن على ايه واحنا نراهن. ايه رايك 50 جنيه لكل هدف؟ والمدرب بيقول له لا مش كفايه، احنا هنخليها 100 جنيه لكل هدف. ايه رايك في الصفقه دي؟ وجين يو بيقول له بجد انت ممكن تفلس كده. والمدرب بيقول له لو انت سجلت 3 اهداف او اقل في 90 دقيقه انت لازم تيجي معايا وتكون في الفريق بتاعي. وجين يو بيوافق. والمدرب بيقول له انت عادي معاك اننا نكتب عقد بالكلام ده مش كده؟ استناني انا ارجع لك فورا. وبيجري علشان يجيب العقد. وجين يو بيقول في باله انا ما عنديش هوايه ان ابدد ثروات العامه. وبنعرف ان جين يو استمتع بالرهان ولكن هو حس بعدم الارتياح علشان المدرب ممكن ينفق كل فلوسه من غير اي داعي. وبعد كده بنشوف الشباب وهم بيبدأوا الماتش وجيجو بيقول لجين يو بص الشباب اللي انا كنت بكلمك عليهم اللي هو رقم 34 و47 وهم الاتنين فعلا بيكونوا متنمرين وبيقعدوا يقولوا له اكيد دول اصدقاء الاسيويين. ده واحد فيهم هو الطفل الغبي اللي قاعد يعيط بعد ما خسر قدامنا، بس المرة دي احنا لازم نسحق صديقه هو كمان. ده فعلا جم من طريق طويل لانجلترا، هم فعلا يستحقوا انهم يتعلموا الدرس. وبعد كده الماتش بيبدأ والمدرب اللي اتراهن مع جين يو بيقول في باله دي فرصة كويسة ان اشوف مهارتهم الحقيقية، يلا وريني هتعمل ايه يا جين يو. وجين بيفضل واقف مكانه. وبنعرف ان الفترة طويلة بعد ما المباراة ابتدت الكرة ما وصلتش لجين يو خالص، وده بسبب ان اللاعبين ما عجبهمش ان المباراة دي كانت بمثابة رهان للمدرب علشان يسلط الضوء على الطفل الاسيوي الغني، وده طبعا بسبب الغيرة والحسد. وجين يو ابتدى يتضايق وبيقول في باله بقى الموضوع بقى كده تمام. وبعد كده هو بيتحرك وبيخطف الكورة وبيعدي من بين اللاعبين وبيعمل كده طبعا بكل صورة واحترافية، والمدربين كلهم بينبهروا بيه وبيقولوا هو مين الطفل الاسيوي ده؟ هو انا شفت غلط ولا ايه؟ ده فعلا سريع جدا. والمدرب بيقول في باله اللي هو فعلا طلع سريع، ده حتى اسرع من متوسط سرعة اللاعبين الشباب، وحتى لو هنقارنه بالمحترفين فهو سريع بشكل لا يصدق. وجين يو بيجري وهو حاطط ايديه الاتنين ورا ظهره وبيعدي من اللاعبين بكل سهولة، وبيجي واحد من المدافعين وبيتزحلق ناحيته وبيقول له انا محدش هيقدر يتفاداني في التوقيت المميز بتاعي ده، ولكن جين يو بيرفع الكرة من فوقيه وبيتفادى بكل احترافية، وفي ثانية الا ثانية بيشوط الكرة وبيدخل جون. والمدرب التاني بيعجب جدا بسرعته وبيقول
سرعته دي مذهلة بشكل غريب. يا ترى مين الولد ده؟ والمدرب بيقول في باله انا كنت عارف اللي هو استثنائي، ولكن انا مش قادر اصدق اللي انا شايفه. كرة القدم هي رياضة جماعية وانت مستحيل تفوز فيها لوحدك، ولكن الطفل ده بيهيمن على اللعبة بنفسه. وبنشوف جينيو بيكمل تخطي للمدافعين، ومهاجمين الفريق التاني بيقول هو المدافعين بتوعنا بيعملوا ايه؟ هو ليه محدش منهم قادر يقطع الكورة؟ يا ترى هيتم سحقهم من قبل شوية اطفال اسيويين؟ وبيؤمر كل الفريق انهم يدخلوا على جينيو وبكل قوة، وفعلا بيتجمع حواليه لاعبين كتير جدا، وهو بيضحك في وشهم وبيقول في باله هو انتوا فاكرين انكم هتقدروا توقفوني بده؟ بس انتوا فعلا سخاف جدا. وبيرفع الكرة لفوق خالص، وهم بيقولوا ايه؟ هو ايه اللي بيحصل؟ ده شاط الكرة في الهوا، يا ترى هو بيفكر في ايه؟ وبعد كده بينط وبيقلب باكورد في الهوا وبيدخل جون ساحق. والاتنين المدربين بيندهشوا اكتر واكتر، وبيقول شفت اللي انا شفته؟ دي ركلة رأسية. والتاني بيقول له ده مستحيل، ازاي قدر يعمل كده من الارتفاع الجنوني ده؟ وحتى جيجو كان مذهول جدا بقدرات جينيو، وبيقعد يقول في باله انا كنت عارف اللي هو كويس جدا في كرة القدم، ولكن انا ما توقعتش انه يوصل للدرجة دي. يا ترى كان بيخفي مهاراته طول الوقت ده؟ وبعد كده كل اللي في الملعب بيبص عليه، وهو بيحس اللي هو عمل حاجة غريبة، وبيقول في باله انا شكلي كده بلغت في الموضوع، انا كان المفروض امشي بكل سهولة، بس ده هيكون مزعج دلوقتي اكيد. وبنشوف الشابين المتنمرين بيكونوا منزعجين جدا وعمالين يقولوا هي ايه قصة الطفل الاسيوي ده؟ يا ترى هو مستيقظ؟ والتاني بيقول له سواء كان مستيقظ ولا لا فهو بيخلينا عاملين زي الاغبياء، وبيكون متضايق جدا وغاضب وعمال يقول انا مش هقدر اسامح نفسي، الاسيوي ده طلع خبيث جدا، وعلشان ينتقم منه بيشوط الكرة في دماغه. وجينيو بيعرف نيته وبيقول له ها انت دلوقتي بتتكلم، وده هيخلي من الممتع جدا ان اعرض ليك اللي انت عملته دلوقتي. وجينيو بيرد الشوطة بتاعته بشوطة منه هو كمان، والكرة بتلزق في وش الاجنبي اللي كان عايز يشوط الكرة في وش جينيو، وغير كده الكرة بتخش جون. وبنشوف واحد من المدربين اغمى عليه من كتر عظمة جينيو، والاتنين التانيين بيقولوا المهارات الفنية وجودة النجوم دي، الطفل ده هو مستقبل كرة القدم، احنا لازم نجنده. وجيجو بيكون فرحان جدا وبيفتكر اللي جينيو بيعمل كل ده علشانه، وبيخلص الماتش بان فريق جينيو بيكسب بنتيجة 9-1، وجينيو هو اللي سجل 8 اهداف لوحده وحصل على لقب افضل لاعب، وهو عمل عرض فردي مثالي جدا. والمدرب بيقعد يتوسل له وبيقول له هو انت فعلا مش عايز تعيد النظر في رأيك ده يا يوزونج؟ ارجوك فكر مرة تانية، انت مقدر للعبة كرة القدم. ولكن جينيو بيسيبه وبيمشي وبيقول له دي فعلا مملة وانا مش عايزها، وبيروح لجيجو اللي بيكون مبسوط منه على الاخر وبيقعد يقول له هو كمان انه يلعب معاه كرة القدم. ولكن جينيو بيرفض وبيقول له انا كده خلاص همشي، انا اديت مهمتي، علشان كده اعتني بنفسك من اول دلوقتي. وبيوصل الصحفيين من كل مكان وبيسألوا جيجو عن جينيو، وهو بيقول لهم هو كان هنا من شوية ولكن هو ماشي خلاص. وهما بيقولوا له هو انت صديق جينيو؟ وبيقعدوا يسألوه اسئلة كتير جدا. وفي نفس الوقت ده بيكون جينيو خرج اساسا، وبيجي الليل وبيقعد مع نفسه وبيقعد يقول العالم ده مختلف تماما عن العالم بتاعي، واحسن حاجة فيه هي السفر، وده لان البلدان مختلفة جدا عن بعضها، وانا عدى عليا كذا يوم فعلا من ساعة لما جيت في انجلترا. وفجأة جينيو بيحس بحضور جامد جدا وبيقعد يقول هو ايه الحضور القوي ده؟ ده بيطغى على كل حواسي، ده فعلا بيختلف عن الراجل الاسود اللي انا قابلته في براغ، وده بيكون ارنولد ورتبته تريبل اس. وللي مش فاكر يا شباب هو ده اللي كان بيدرب تشا ومون سيوك. وبنعرف ان ارنولد عمل زيارة عاجلة للمملكة المتحدة بسبب قضية البوابة اللي اتعملت في كامبريدج، ولحسن الحظ كانت البوابة دي من الدرجة F. وبنعرف ان لو استمرت البوابات غير المصحوبة بأعراضها في الظهور ممكن تكون حاجة كبيرة جدا وهيتم تصنيفها على انها خطر
ممكن حد يتحكم فيه، وساعتها هتتحول لكارثة طبيعية. وعلشان كده طلب الامن العام من ارنولد بايك انه يزور كامبريدج. وعلى الرغم ان البوابة دي اتفتحت اصلا، ولكن هم كانوا عايزين ارنولد صاحب المركز الاول على الكوكب ده انه يدخل البوابة ويحاول يكتشف اي حاجة. ولكن ارنولد اللي وصل للندن راح لكامبريدج، وساعتها هو حس بالغرابة. ولكن بنعرف ان ارنولد كان بيتتبع اثار المواجهة اللي كانت بين جينيو وواحد من الثالوث اللي هو ابو شعر ازرق لو حد فاكر يعني. ولما كان بيتتبع المصدر ده وصل في الاخر للحديقة اللي كان قاعد فيها جينيو. وبعد كده بيقابله جينيو وهو متنكر، وارنولد بيقوله هو انت ملاحظ التغيرات اللي بتحصل في المنطقة دي؟ وبيعرفه بنفسه وبيقوله انا ارنولد بيك، من فضلك اكشف عن نفسك انت كمان، والا انا هضطر عاملك كعدو وممكن اهاجمك. وفعلا بيبدأ يطلع سيفه، وجينيو بيقوله انا ابوك. وبنشوفه وهو متنكر في زي افلام ستار وورز. وبنعرف ان ارنولد كان اصلا بينتمي لمنظمة سرية تانية بالاضافة للاس جي، ودي بتضم كتير جدا من الاشخاص المستيقظين، ومنهم ايميلا ميجن، ودي شخصية مستيقظة روحانية، وكمان هي امريكية مشهورة جدا. واللي بتبحث عنه الجمعية السرية دلوقتي هو الاسم الرمزي الام. ولكن هو بيقول هو ايه حوار الاب ده؟ وهو بيقول كده علشان هو ما شافش فيلم حرب النجوم قبل كده، وعلشان كده ارنولد حس بالارتباك وقال في باله يا ترى هو ليه علاقة بالمنظمة السرية؟ يا ترى هو بيحاول يشير لحاجة معينة؟ يا ترى هو فعلا ممكن يكون ظهر قدامي بشكل متعمد؟ بس هو ليه بيستخدم التعابير القاسية دي من غير اي نية خاصة؟ في حاجات كتير قوي مشبوهة في الموضوع ده، انا لازم اتحقق منه بمهارتي الاول. وفعلا بيبدأ يفعل قوته وبيستعد يهجم بسيفه، وعلى طول بينطلق ناحية بطلنا، وبطلنا بيطلع السيف اللي خده من النمر وبيصد سيف ارنولد. وساعتها اول لما اتصدموا بالسيوف جينيو حس باحساس مش عادي. وبنعرف ان الامبراطور الامريكي ارنولد بيك وسيد السيف المكسيكي انريكي كارلو وسيد السيف الصيني يول سونج هما التلاتة اقوى مستيقظين على وجه العالم ده، لانهم يعتبروا دخلوا في حالة اسمها حالة الحكام، وكل واحد منهم بيمثل منظمة صحوة مختلفة. وكان السلاح اللي بيستخدمه البشر التلاتة الخارقين دول هو السيف. وفي منهم اعتقد معظم الناس ان مهارات سيف ارنولد كانت الاحسن فيهم، ولكن بنشوف القتال مستمر بين الاتنين، وارنولد بيقول في باله ده قدر يرد على هجومي بكل سهولة. وبعد كده بيجرب يفعل هجوم مختلف، وبيفعل فن السيف المتعدد وبيهجم عليه طاقة سيفه من كذا اتجاه، ولكن جينيو بيصدهم كلهم. وساعتها ارنولد بيتفاجئ جدا وبيقول في باله هو ازاي قدر يعمل كل ده؟ وغير كده بطلنا راح على طول علشان يهجم عليه. وارنولد بيقول في باله هو مش كفايه انك قلدت تقنية السيف المنقسم بتاعي، انت كمان عايز تهاجمني بكتير جدا من السيوف المنقسمة؟ بس انا عارف نقطة ضعف فن السيف المتعدد وهي مركز الهجوم نفسه. وساعتها هو بينطلق نحوته بكل قوة وبيقول في باله انا لو طعنتك بشكل محوري في نقطة الانقسام بسرعة شديدة انت اكيد هتموت. وجينيو بيقول له هو ده بقى فن السيف اللي انت بتستخدمه؟ وبيقول له الطريقة بتاعتك دي مباشرة جدا. وجينيو بيصده تاني بسهولة وكمان بيضربه بالرجل. وساعتها ارنولد بيتحدف على الجدار وجينيو بيقول له ها يا ترى انت عايز تموت؟ وبيقول له هو انت ليه مش عايز تعملها بشكل صحيح؟ انت شخص متفاخر ولكن انت مش قادر تقاتل حتى. وارنولد بيقول هو بيقول ايه؟ هو بيقول لي انا الكلام ده؟ يا ترى هو عرف اني اعصر؟ وبنعرف ان ارنولد اتولد اعصر، ولكن من خلال التعليم هو بقى بارع في استخدام ايديه الاتنين. ولكن فنون الدفاع عن النفس هي مجال بيكون فيه الحس الفطري اكتر اهمية من التعليم المكتسبة. وارنولد كان اقوى بكتير لما كان بيستخدم سيفه بالايد اليسرى، وهو كان بيخفي الحقيقة دي علشان ما يعرفش ايه ممكن يحصل في المستقبل. ولكن جينيو قدر يكتشف ده وبكل سهولة. وارنولد بيقوله انا لو هزمتك انا اكيد هشوف الوش اللي ورا الخوذة ده. وجينيو بيقوله ايوه ده صحيح، بس ده لو قدرت بقى حبيبي. وجينيو بيقول في باله الموضوع مش كأني انا بستهين بيه، ولكن الشخص ده شكله اتعلم كل حاجة بنفسه، علشان كده
فنون القتالية مباشرة بشكل مفرط جدا، وممكن علشان السبب ده انا حاسس بالحسرة علشان انا عمال افتكر بشكل مستمر سانج ايل مون، وده هو الشخص اللي قتله في شنغهاي. وبعد كده بطلنا بينادي عليه وبيقول له هو انت شخص كويس؟ وارنولد بيقول له طب انت ازاي هتقدر تحكم عليا اذا كنت كويس ولا لا؟ وجين يو بيقول له انا عايز اعرف حلمك ايه. وهو بيقول له ايه حلم؟ وجين يو بيقول ايوه انت اكيد في امنية انت عايز تحققها، انا عايزك بس تصور نفسك بعد 10 سنين من دلوقتي. وارنولد بيقول له انا نفسي تنتهي حادثة البوابة دي. وجين يو بيقول طب ليه؟ انت شكلك من بين افضل المستيقظين، يا ترى هو ايه ترتيبك؟ وارنولد بيقول له ده مش مهم ما دامت ازمة البوابة هتنتهي. وجين يو بيقول له طب ليه بتقول كده؟ وارنولد بيقول له علشان من الطبيعي اننا نختار الاخير بين الرخاء الشخصي والرخاء الانساني. وبعد كده جين يو بيقول له انتبه ليا كويس، وبيهجم عليه بقبضة عملاقة وبيقول له الحالة دي بتتبان فيها سرعة التفكير والحركة. وساعتها جين يو بيكون قدامه بالظبط وبيقول له دلوقتي رد فعلك هو نتيجة لتفكيري، وده هي شغلتي. وبيديله ضربة في بطنه بيرقده على الأرض وبيقول له ها يا ترى انت عايز تتعلم مني؟ انا ممكن اوريها لك مرة تانية. وارنولد المصاب بيقول له ارجوك علمني. وجين يو بيوافق وبيبدأ فعلا يمرنه وبيقعد يقول له على اتجاهات الضربات، ولكن ارنولد مش بيكون قادر يصده، ولكن جين يو بيكون بيخفف قوته علشان ما يموتش منه، ولكن ده لسه مؤلم برضه. وبنشوفه هو واقع على الارض وجين يو بيقول له ها ايه رأيك؟ يا ترى بدأت تستوعب الموضوع؟ وارنولد بيقول له انا مش عارف بس ده حاجة غريبة. وجين يو بيقول له الموضوع مش هينجح بالطريقة دي، انت لازم تجرب بنفسك. خلينا ننتقل بشكل مباشر للمرحلة المتقدمة، يلا ارفع سيفك. وبيقول له تاني على اتجاه وبيروح يهجم عليه. وارنولد بيقول في باله يا ترى هو هيهاجمني من الجانب الايمن فعلا، بس الهجوم اللي انا شايفه جاي من الشمال. انا ما بقتش فاهم حاجه. ولكن ساعتها هو بيقدر فعلا يصد سيف جين يو، وبعدها هو بيتفاجئ من نفسه انه قدر يصدها. وجين يو بيثني عليه وبيقول له من اول دلوقتي انا هبدأ بالشكل الصحيح. وبيبدأ يعمل اوهام وبنشوف ان هو عنده 6 أذرع وبيعمل هجمة زي هجمة أشرة بتاعت زورو. وارنولد بيقول في باله يا ترى هو ممكن اللي هو بيعمله ده انا شايف عنده 6 أذرع، يا ترى هي دي كمان نتيجة لتفكيري؟ انا مش هينفع انخدع تاني. وبعد كده بيبدأ الهجوم وبيحصل انفجار وبنشوف ارنولد واقع على الارض. وجين يو بيقول له انت كده بقيت تمام شوية، بس من اول دلوقتي انت لازم مش بس تتدرب على الدفاع، انت لازم تتدرب على الهجوم كمان. وساعتها ارنولد بيشكره. وجين يو بيقول في باله دي فعلا مضيعة للموهبة، بسبب روحه النقية وسلوكه القويم هيفضل سانج ايل مون في تفكيري بشكل مستمر. وبيقول في باله انا حاسس اني عملت حاجة كويسة ان نقلت له شوية من التعليم الخفيفة بتاعتي. وارنولد بيقول له دي فعلا حاجة محرجة، ولكن انا مش قادر اعبر لك على امتناني غير بالطريقة دي، فانا بشكرك فعلا جدا. وجين يو بيقول له بص هو انا في شخص مستنيني بلهفة كبيرة دلوقتي، ولكن انت افضل منه بكتير علشان الشخص ده بيقعد يتذمر على طول، بس انت شخص عارف ازاي تكون مهذب، وده بيخلي عملية التدريس ليك ممتعة جدا. وارنولد بيكون عامل زي التلميذ بالنسبة له. وبعدها بيقول له هو ده ممكن يكون واقع يا سيدي، ولكن انا عايز اسألك سؤال، يا ترى انت مين اصلا؟ وجين يو بيقول له صحيح انت ما قلتنيش انت مين اساسا، يا ترى انت مستيقظ شهير؟ وارنولد بيقول له انا مستيقظ على مستوى تريبل اس، وكمان انا بمثل الاس جي واسمي الامبراطور. وبيقول كده بكل احراج. وجين يو بيقول له هو انت بجد من الدرجة تريبل اس؟ ده ما فيش غير عدد قليل من الاشخاص اللي زي دول في العالم كله، هو انت عندك شوية تأثير؟ وهو بيقول له يعني شوية. وجين يو بيقول له خلاص قول لي رقم تليفونك. وهو بيقول له ايه
رقم تليفوني؟ لو الموضوع هيكون رقمي فالموضوع هيكون محبط جدا. وفعلا بيديله رقمه. لما بيجي يسأله عن رقمه جين يو بيقوله انا ما عنديش رغبة ان اقوله لك دلوقتي، ولكن انا اكيد هكلمك بعدين. وبيقول في باله في الحقيقة اظن ان هو ممكن يكون مفيد جدا في حل اي مشكلة تتعلق بالخدمة العسكرية. وفقا للي قاله سانجريم فاحتمال حدوث التوحيد منخفض جدا، علشان كده انا هستخدم الشخص ده علشان نتخطى البوابات، وده كبديل لاداء واجب الدفاع الوطني. وجين يو بيقول له هو انا ممكن اتصل بيك لما احتاجك؟ وارنولد بيقول له اكيد. وجين يو بيقول له بص في المستقبل انت ممكن تستخدم حركات قلبك بمهارة جديدة، انا عايزك تحس وكأنه ملموس. وهو بيقول له هو انت قصدك ايه ده؟ وجين يو بيفعل سيف من اللا شيء وبيقول له بص حاجة زي كده. وبنعرف ان جين يو ما كانش عنده توقعات كبيرة من ارنولد ده، ولكن على الاقل هو حاول انه يوصله لمستوى معين، والمستوى ده اللي بيجمع فيه القلب والحركات علشان تعمل افكار، وبتجتمع الافكار علشان تعمل عقل وسيف. وارنولد بيقول ده مدهش، ده سيف ضوئي مش كده؟ وبيقول في باله للاسف اعتقد ان نسيت المفهوم ده للحظة واحدة، ده تأثير في أداء الواجب بتاعي. وجين يو بيقول له قبل ما يمشي خلي القوة معاك بشكل دايم. وأرنولد بيقول له يا سيدي حاجة واحدة بس، هو أنا إزاي أقدر أكون قوي زيك كده؟ أرجوك علمني. وجين يو بيقول له عادي، أنا عايزك تعمل 100 تمرين ضغط و100 تمرين جلوس و100 تمرين قرفصاء، ولازم تجري مسافة 10 كيلومتر كل يوم، واهم حاجة انك ما تفوتش يوم واحد من غير ما تعمل كده. وزي ما قلت لك انا دلوقتي في حد مستنيني، علشان كده انا لازم امشي دلوقتي. وفعلا هو بيمشي وبنرجع تاني للشخص ابو شعر ازرق. وبيقول في باله الموضوع بقى وحش، احنا علشان نكون مستعدين ليوم القداسة ده احنا لازم نلتقم الحاكم المطلق للسهول الوسطى، ولازم نستعيد منه الروح. بس يا ترى الشخص ده راح فين؟ وبرضه انا لسه جوايا شوية شكوك. في البداية انا لما فكرت انه القائد المطلق ده موجود لخط الوسط، وانا قصدي هنا على قائد السي اس جي وول سونج. والسهول الوسطى بتشبه الصين بشكل جغرافي، وغير كده هو ظهر من العدم وبقى رئيس السي اس جي وكمان القوة المطلقة في الصين. بس اهم حاجة اللي احنا لازم نحقق اهدافنا مع الراجل ده في الاول، وساعتها الراجل ابو شعر ازرق بيظهر للاجتماع اللي فيه وول سانج، وكمان بيحاول يقتله وبيوجه ناحيته ضربة، ولكن وول بيتفاداها بسرعة. وابو شعر ازرق بيقول ازاي؟ ده اكيد مش صحيح، العامل المساعد للوفالة هو السحر الشيطاني، وده بيتسبب في انفجارات ومحدش يقدر يوقفها حسب الرغبة، والطريقة الوحيدة علشان تمنعها هي انك لازم تتجنبها. ولو كان وو سونج ده هو الحاكم المطلق للمنطقة الوسطى ما كانش هيكون في اي احتمال انه يكتشف وكمان يستخدم كعامل مساعد. ولو ما كانش هو فعلا فما فيش غير مكان واحد بس هو اللي لسه محتمل انه يكون موجود فيه، وهي بوابة محطة سيول، وده لما حصلت فيها حادثة قتل الوحوش وكمان وحش اللينتو كوك وسرقة روحه. وفي حاجة تانية بوابة رايد من فئة اف في تشونان، ودي كانت في كوريا. ودلوقتي احنا محتاجين لطعم كويس علشان نستدعيه مرة تانية، وهو قصده هنا على جين يو طبعا. وقول بيحس بيه ولكن مش بيقدر يتكلم علشان الناس اللي معاه. وهنا بيكون خلص الفيديو بتاعنا النهاردة. يا ترى ايه اللي هيحصل بعد كده؟ اكتبوا لنا توقعاتكم في الكومنتات، ولو عجبك الفيديو ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتغرقنا لايكات وكومنتات، وما تنساش طبعا تصلي على النبي وتدعو لاخواتنا. دمتم سالمين، يلا سلام.